انت عشان كده مش بتخس، وده للاسف يا صديقي اكبر غلط بيقع فيه اي حد عايز يخس. وانا ابراهيم سيد، اخصائي تغذيه، وده الجزء الثالث من سلسله من غير دايت. ويلا بينا. انك تقلد يا صديقي نظام غذائي الواحد صاحبك مشي عليه وخس فعلا، تروح واخده هو كوبي بيست كده وتمشي عليه يا صديقي من غير ما تفهم اصلا جسمك ولا تعرف هو محتاج ايه. هو انت خدته كده مشيت عليه. فكل واحد يا صديقي جسمه بيبقى ليه احتياجات مختلفه عن التاني، بناء طبعا على طولك ووزنك والنشاط اللي انت بتعمله في اليوم. والنشاط ده طبعا بيختلف لو انت قاعد تشتغل في البيت او بتروح مكان وتفضل طالع ونازل، ولا بتتمرن مع كل دوت، ولا ايه الدنيا. فلازم تعرف السعرات الحراريه اللي جسمك بيحتاجها على مدار اليوم، ودي طبعا بنحددها في 3 خطوات سهله كده. اول حاجه لازم تعرف البي ام ار بتاعك، ودي سهله. تاني حاجه النشاط البدني. تالت حاجه بقى يا صديقي هدفك، عايز تخس ولا عايز تتخن ولا عايز تثبت. لو مش هتعرف تحسبها يا صديقي قول لي في الكومنت وزنك وسنك وطولك وولد ولا بنت ونشاطك في اليوم عامل ازاي. وافتكر دايما يا صديقي لو ما فهمتش جسمك هتفضل تاكل غلط وتحرم نفسك على الفاضي، وفي الاخر مش توصل لحاجه، ولو وصلت هترجع تاني. وبس كده، سلام.